925 بسم الله جنيه. الرحمن الرحيم. ما شاء الله عليك يا خالد، انت مصحصح اهو. دي امانه يا ابني، وادوا الامانه الى اهلها وانا من اهلها. انت هتسيب الفلوس دي هنا ولا هتاخدها البيت؟ خدها معايا البيت، اعمل بيها ايه بس يا خالد؟ طب ما توديهم البنك. لا، انا مش هوديهم البنك لما يكملوا 10 اساتك، وكل 10 اساتك هوديهم البنك بنفسي. مش حلوه برضه يا خالد الواحد كل يوم يروح البنك، كده بنلفت النظر لنفسنا، والعين وحشه. مش ناقصه ايه يا خالد؟ دي فلقت الحجر. انت عارف ان انا حسبتها، لقيت ان احنا ممكن نجيب تكاليف كل اللي صرفناه في ظرف سنه. يا سلام، ده على اساس ايه بقى؟ احنا كلفنا المطرح ده 124,000 جنيه. جلت منك ده يا خالد. لا ما جلتش ولا حاجه، ما انا نسيت اقول لك. انا دخلت مقدم الايجار مع المصروف اليومي، يعني لو مشينا على الطريقه دي كل يوم. الله الله الله، انت بتنبر عليا ولا ايه يا خالد؟ ده انا بقول لك فلقت الحجر. معقوله؟ معقوله يا حبيب خاله؟ انا انبر عليك؟ حد ينبر على نفسه؟ خالد، حبيب خاله. انت بتحرجم عليه بالظبط؟ ايه ولا حاجه. بذمتك يعني ما نفسكش تقول حاجه كده ولا كده؟ انا لو عايز اقول حاجه كده ولا كده هتكسف من ابن اختي يا حبيبتي. ماشي ماشي يا خالد. استاذ ابراهيم، كان في شويه نواقص في المطبخ، محتاجين عهده جديده. هصرف لكم عهده جديده. ما هو الباشا شكله منوع. وانت مالك ومال الباشا؟ مش الترابيزات شغاله؟ هبقى اديكوا عقده من الايراد اللي جاي. يلا روح. كان عاوز ايه الواد ده؟ تشغلش بالك انت يا حبيب خاله. طب وجلال الله في حاجه؟ تاني عكروت مفيش حاجه. انا بس افتكرت ايام زمان لما كنت باخدك ادلعك وهشتكك وقعدك على عجري، وكنت تعملها على رجل خاله. كبرت بسرعه يا كيمو. كيمو؟ قول لي بقى يا كيمو، هنعمل ايه في اللي بينا؟ اللي بينا اللي هو ايه يعني؟ يا خالد تجرى لك ايه على كبر؟ يعني ايه؟ مش فاهم. انا بقى خايف اكون فاهم. فاهم ايه يا حبيب خاله؟ لو سمحت من غير لمس قول اللي انت عايزه كده من بعيد لبعيد. طيب فكرت هتدي نسبة كام لخاله من الصالة؟ قد ايه؟ لخاله. اديله ايه بقى؟ نسبة. نسبة؟ ايوه، اظهر بقى على وشك الاصلي. اصل وش الخال الحنين اللي بيدلع ويهشتك ده ما كانش لايق معاك. حسسني انك مربيني وانا قعدت 5 سنين قبل ما اسافر ما اشوفكش، يعني لو زودنا عليهم السفريه يبقوا 12 سنه. فجاه كده بقيت كيمو حبيب خاله. اسمع يا استاذ ابراهيم، واستاذ دي عشان انا عامل اعتبار للسن، اما خالي دي فكنت بقولها لك مجازا عشان خاطر امي. نسبه. اسمع يا استاذ ابراهيم، انت جيت اتحايلت عليا عشان زهقان ومش لاقي حد يشغلك، فمش معنى ان انا شغلتك ان انت تاخد مرتب اصلا. مش جاي تكلمني في نسبه. نسبه ايه يا ابو نسبه؟ مالك؟ ساكت ليه؟ باصص لي كده ليه؟ ما تتكلم. أقول إيه؟ أنت خلصت الكلام كله. غلطان أنا في اللي قلته؟ لا يا ابني مش غلطان. أنا اللي غلطان. خد بس رايح فين يا خالد؟ روح أشم شوية هوا. لا بالله عليك ما تخرج دلوقتي. كامل سيبنا الله لا يسيئك. بص يا خالد، أنا سيرة الفلوس بتنرفزني. بالله عليك يا أخي ما تجيب سيرة الفلوس تاني. وحياة رؤية أختك اللي هي أمي. سامحني بقى. يا خالد حد يزعل من كيمو حبيب خاله؟ صافي يا لبن بقى. وحقك عليا. أنا بحبك والله يا خالد. اوعى من وشي. الله. إبراهيم غزال الشام، مدير المكان وخال نادي كامل للبلياردو. هلا والله. هلا بيتشي. ايه ده؟ Cleaning your room, sir. بس انا ما طلبتش. Are you sure? Sorry sir, maybe another room. وانا بقول مين بيخبط عليك بدري غيري؟ صباح الفل. واحد بايه ما يتخرش عنك، جه طاير النوم من عيني. Check please.
ايه اللي مصحيين بدري كده؟ امبارح بعد ما سبتك اغمى عليا من التعب، نمت على طول. صحيت لقيت نفسي الفجر. انت بتعمل ايه؟ اكمل نوم مش شايف. لا مفيش الكلام ده. قوم قوم، انا عازمك على الفطار. ده من ايه ده بقى؟ جات لك رؤيه في المنام ولا ايه؟ لا، ما هو هيبقى كابوس لو انا اللي هدفع مش رؤيه. مش قلت لك؟ طب بجد انت صعبان عليا من ساعه اللي حصل للدمنهوري ده، وانت كمان بقيت مقطوع من شجره زيي. اللي بالحق يا سالم، هو احنا مش هنروح نزور راجل نطمن عليه ولا ايه؟ هو انت فاكره محبوس في اسم الخليفه؟ هنروح نلغي الصلب قرشنا عشان نزوره؟ لا طبعا، مفيش الكلام ده هنا. طب على الاقل نكلم اهل بيته ونطمن عليه. الو. يا خديجه صباح الخير. طمنيني ايه الاخبار؟ لسه مفيش اخبار. بابا لسه في مركز البوليس ومش عارفين ايه اللي هيحصل. ما يلا يا عم انا واقع من الجوع. طب يا عم تعالى نقعد في اي حته، تعالى نقعد هنا. تعال. يلا ادخل. ناكل؟ يا ريت. بليز منيو بليز. يا واد انت يا يوناني.